سلام ياسميناتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة وتكونوا مهنيين وانتم تشاهدوا معايا في فيديو اليوم. جيت نشارك معكم اليوم هذا الفيديو لكسرة الرخسيس. احنا كان غدانا كسرة الرخسيس مع البن، يبان لي ما كانش ما احسن من هذا الغداء، الغداء تاع ايامات زمان. دونك اليوم حنشارك معكم كسرت الرخسيس تاعي والاسرار تاعها. عندنا 3 اسرار نحوسوا نفهموهم في الكسره اون جينيرال. انها كيفاه تجينا حمراء كيما راكم تشوفوا، كيفاه تجينا مقرمشه كروستيونت ما تجيش طريه، وكيفاه تجينا مبسسه وما تتكسرش في نفس الوقت، ما تتكسرناش في الطاجين. تبعوا معايا اليوم، كل ما راح نديرهم راح تديو الاسرار بكل بساطه. طبعا انا فيديوهاتي ديما نقولكم راهم للمبتدئات اللي كيما انا، اللي ما نعرفوش حنا نتعلموا مع بعضنا. انا الحاجه اللي عرفتها وجربتها ومتاكده منها راح نشاركها معكم. اول سر من اسرار الكسره تاعنا علاه ما تتكسرش في الطاجين. اول حاجه الدقيق، نوعيه الدقيق ما يكونش الدقيق الحرش، نديروا المتوسط مخلط مع الرطب، واذا كان رطب احسن واحسن. هكا معناها اللي نديروه في المسمنات تاعنا وفي المحاشي هذا كل اللي نديرو به كسرة الرخسيس تاعنا. ثاني حاجه السكر هو اللي حمر لنا الكسره تاعنا. السكر وباش نلموها راح نضيفوا مكون هو اللي حيخليها تتحمر، والاحمرار هذاك يجي على كامل الكسره تاعنا. ثالث حاجه ما نكثروش من الخميره الكيميائيه، خميره الخبز عفوا، ونعوضوها بالخميره الكيميائيه. هي راح تساعد انه الكسره تاعنا ما تجيناش طريه وتجينا كروستيونت وتجي كي الكاطو. رابع حاجه كيما راكم تشوفوا هنا، انا راني قاعده نبسس في الكسره تاعي قبل ما نزيد الماء، معناها خلطوا الزيت على كل الدقيق تاعك قبل ما تزيدوا الماء. نروحوا للمكونات قبل ما يفوتنا الفيديو. عندنا 4 كيسان تاع دقيق كيما راكم تشوفوا، فيهم ملعقه سكر، ملعقه ملح، ملعقه صغيره نتاع خميره فوريه تاع الخبز، وملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه. عندنا سانوج وجنجلانيه. كل 4 كيسان نتاع الدقيق او 4 كيلات تاع دقيق فيهم نص كيلة تاع زيت، هكا البسوس تاعنا راح يجينا معتدل وبيان. بالنسبه للماء راهي تهزلنا كاس، ممكن تبقى منه حوالي ملعقه فقط. كيما راكم تشوفوا في عمليه العجن تاعي، الكسره تاع الرخسيس راهي ما تتعجنش، راهي تتلم فقط. اذا عجنتيها راهو الليدام هذاك راح يتخلط مع الماء وراح يخليها ما تجيش مقرمشه، راح تجيكم طريه وما توليش كسره الرخسيس. يبقى كسره الرخسيس كيما راكم تشوفوا راهي تتلم فقط. كاين عنصر اللي هو ما ذكرته لكمش ولكن صورته لكم، واللي هو 4 كاس تاع الحليب. 4 كاس نتاع الحليب هذاك هو اللي راح يخلي الكسره تاعنا تجي محمره كاملها. واذا ما تتوفرش عندكم الحليب عادي وعندكم الحليب بودر، تقدروا ديروا ملعقه من الحليب بودر وتعوضوا هذه كميه الحليب بالماء. كيما راكم تشوفوا هنا ما نعجنوش الكسره تاع الرخسيس تاعنا، نلموها فقط. بعد ما نلم هذيك الكسره تاع الرخسيس تاعي وقت نحبس على من الطريقه هذه، كي نشوفها تجانست مع بعضها فقط نحبس. لاستيج تاعنا اللي تخلي الكسره تاعنا تجي مليحه كما يلزم، انكم تخليوها ترتاح على الاقل نص ساعه. على قد ما خليتي كسره الرخسيس تاعك ترتاح كان احسن. ملاحظه فقط بالنسبه للعجينه راهي تجيكم شويه طريه، علاه لانه راح نخليوها ترتاح والعجينه هذيك راح تشرب الماء اللي فيها. كيما راكم تشوفوا باش ما يخرجوناش تشققات في الحواف، نبداو ساعه بالطريقه هذه نتاع اللي نحلو بها الكسره تاعنا. من بعد نكملوا نحلو عادي بالطريقه العاديه. نجيبوا الحلكتانه تاعنا تورشون تاعنا اللي نحلو فوقو كيما راكم تشوفوا ونحلوها رقيقه. على واش نحلوها رقيقه؟ لانه فيها شويه خميره فوريه وفيها خميره كيميائيه، معناها الحجم تاعها راح يتضاعف. اذا حليتيها خشينه راح تزيد من بعد يضاعف الحجم تاعها فوق الطاجين تاعك وما تجيش مليحه، راح تجيكم عقليه كسره خميره بعقليه الرخسيس. دونك راح تجيكم شويه طالعه وما تجيش مليحه، تجي معجنه من داخل. يبقى حلوها رقيقه كيما راكم تشوفوا على قد ما تقدروا، خاصه الحواشي تاعكم ديروه مرقق. هذو كل الاسرار اللي انا تعلمتهم راني قاعده نشاركهم معاكم. انا في المقابل نتمنى ان شاء الله انكم تفعلوا جرس التنبيهات، ديروا لنا متابعه، خليوا لنا كومونتير نطلعوا به المورال، وما تنساوش جيم وبارطاج مع زملائكم ومع اصحابكم. هنا نروحوا للطياب.
من أسرار الكسرة تاعنا على واه ما تتكسر لي في الطاجين. أول حاجة الطاجين تاعك سخنيه مليح مليح. علاه؟ كي يسخن هو مليح وتحطي فيه هذيك الكسرة، تقلبيها مرة ولا 2 فقط. إذا هو كان بارد وحطيتي فيها الكسرة تاعك وقعدتي تقلبي فيها هي راح تتكسر لك. ثاني حاجة كي نقلبوها طبعًا نحاولوا الأماكن تاع الطاجين تاعنا اللي على بالنا ما يطيبوش مليح، نحاولوا كيما شفتوا نضغطوا عليهم هكا باش نوزعوا الحرارة على كل الكسرة تاعنا، ونبقاو نحركوا فيها حتى نتأكدوا من أنها طابت. هذو كل الأسرار نتمنى يعني يعجبوكم.